انا لقيت رجلي بتورم من غير سبب، يمكن من الوقفه الكتير. والله ممكن، بس ايه اللي ضمنك ان دي مش حاجه خطيره جسمك بيحاول ينبهك ليها؟ لما رجلك او كعب رجلك يورموا من غير اي اصابه، فانت كده ممكن تدخل احتمال ان يكون عندك مشاكل في الكلى، لان الكلى هنا مش شغاله ومش قادره تصرف السوائل الزياده في جسمك، وبالتالي بتورم رجلك. اما بقى لو التورم ده بدا يزيد بالليل مع ضيق في التنفس، فانت كده للاسف احنا ممكن ندخلك تحت احتماليه ان يكون عندك قصور في عضله القلب، بمعنى اصح القلب مش عارف يقوم بوظيفته الكامله. لكن بقى انا عايزك تركز معايا في الحته دي، الورم اللي بيجيلك في رجلك مصحوب بألم؟ لو يبقى انت كده دخلت معايا في مشكله خطيره جدا، وهي ان احنا هنحطك تحت احتماليه ان يكون عندك جلطه دمويه. وهنا مشكله الجلطه مش في مكانها، مشكله لما تتحرك الجلطه ممكن تروح للرئه بتاعتك وتعمل انسداد سواء في شرايين الرئه او في القلب، وهنا لو اتاخرت ده طريق ذهاب بالعوده. لا الحمد لله مش عندي الحاجات دي. طيب الحمد لله. يعني حاجه بسيطه زي التورم ده ممكن يكون انذار قبل الكارثه اللي هتحصل. ممكن اقول لك على شويه معلومات تانية تحطها عندك في الحسبان. الصفار اللي ممكن يبان في بياض عينك ده ما تستهترش بيه، لان ده ممكن يكون مؤشر في مشاكل في الكبد او حتى انسداد في المراره. ورقم اتنين، عايزك تتابع كده لون البول بتاعك، لو اتغير او لونه غمق او بقى مرغي شويه، يعني بقى فيه شويه رغاوي كده، يبقى الكلى بتاعتك مش قايمه بوظيفتها الكامله، وممكن يكون فيه بروتينات في البول بتاعك، ودي بدايات لحاله اسمها النفروتيك سيندروم. الحاله ديت من ضمن درجات الفشل الكلوي، فنخلي بالنا من الحتت الصغيره دي. اخر حاجه بقى عايزك تخلي بالك منها، وهي ابسط عضو في جسمك، الضوافر. لو ضوافرك بدأت تاخد شكل المعلقة، فانت كده جسمك بيقولك ان انت عندك نقص شديد في الحديد، انيميا يعني. فخلي بالك، عندك اعضاء جسمك كلها بتتكلم، فعايزك تخلي بالك من اي علامة غريبة ممكن تظهر عليك. وطبعا بقى في الاخر، يا ريت تبعت الفيديو لاي حد انت خايف على صحته.